فاكرين كيك الدكتورة اللي عملته معاكم ونزلته في الشورتس وكتير حبيتوه، وانا بشكركم جدا على التعليقات الجميلة اللي كتبتوها لي وقلتولي ازاي عملت الكيك يا ندى. في الفيديو ده هتعرفوا اهم النصائح اللي هتتعلموها مني في الكيك خصوصا، واهم النقاط اللي المفروض تتجنبوها. يعني لو مبتدئين متأكدة ان الفيديو ده هيكون كنز بالنسبة لكم، احفظوه جدا. في البداية كده عشان نكون متفقين، الكيك اللي انا عاملاه النهاردة هسيب لكم مقاديره تحت في صندوق الوصف، وانا عملت كتير وصفات عن الكيك الاسفنجي نفس الخطوات اللي عملتها لكن المقادير مختلفة. فبس الكيك مقاس 26 في 26 قبلها بيوم، ده اهم نصيحة. طيب هتسألوني يا ندى ينفع اعملها في نفس اليوم؟ ينفع طبعا، بس تسيبوها 4 ساعات او 3 عشان تبرد تماما ومسامها ترتاح. اول حاجة عملتها ان انا شلت الجزء اللي فوق اللي بيكون طري شوية وبيكون مجمع ريحة الزفارة، وبعد كده قسمتها. خطوة مهمة لما تيجي تقطعوا الكيك بالسكينة، حددوا الاول السمك اللي انتوا هتعملوه من الاطراف كلها او من جميع الاتجاهات، وبعد كده تمسكوا السكينه وتقطعوه. ولو متوفر عندكم منشار الكيك ممكن تستخدموه، لكن لما تيجوا تستخدموا السكينه لازم أن يكون جسمكم او الزاويه معدوله كده بحيث ان الطبقات تطلع مظبوطه. هي مشكله السكينه ان ممكن تطلعوا حته نازله وحته طالعه، لكن احتراف اكتر ويعني انا بفضلها صراحه، فلازم تكونوا متحكمين فيه. لو مبتدئين ممكن تستخدموا المنشار عادي. بعد كده جبت الطبقه الاولى ولازم نشيل الحروف دي. في ناس بتسيبها طبعا لكن ما بتبقاش ضايفه حاجه او طعم حلو للكيك، فهي بتكون اذواق. المهم خلصت الكريمه، انا مستخدمه ميكس ما بين موس الكريمه والكريم شانتيه. انتوا ممكن تستخدموا حاجه واحده بس انا بحب كده. انا استخدمت كوبايتين من الكريم شانتيه الخام جودته ممتازه طبعا، وكوبايه او نص كوبايه من موس الفانيليا. خفقتهم بعد كده قسمتها نص شوكولاته ونص فانيليا، بالاضافه اللي انا حطيت باستر كريم. يعني انا مطعمه الكريمه اصلا مش كريم شانتيه وخلاص، فاهمين؟ فانا ان شاء الله ممكن اعمل لكم فيديو بقى عن الكريمه والكيك من الاول خالص الاساسيات. بعد كده حطيت في الجزء الشوكولاته كاكاو ونوتيلا، طعمتها حطيتهم في اكياس حلواني. ولو انتم مبتدئين طبعا انصحكم لما تيجي تعملوا الكيك حتى لو بتعملوه للبيت تحطوه في كيس حلواني، ما تحطوش في او ما تحطوش بالسباتيولا علشان تعرفوا مقدار الكريمه اللي انتوا حطيتوه. انا النهارده هعملها نص شوكولاته ونص فانيليا، فقسمتها زي ما انتم شايفين كده. قبل ما احط الكريمه على الكيك حطيت صوص التشريب او الشربات او الشيره اللي هو الشربات الخفيف، يعني مخفف كده مش تقيل. ورغم ان الكيك كان طري ومش محتاج، لكن حطيت على الاطراف لان فعلا لقيتها محتاجه. طبعا لو هي بالشوكولاته تقدروا تحطوا صوص شوكولاته مخفف كده، يعني معلقتين من بديل النوتيلا او شوكولاته قابله للدهن مع شويه ميه صغيرين تخففوها. اهم نصيحه تطلعوا منها من الفيديو ده، مش قاعده عامه ان احنا لازم كل شويه او لازم كل انواع الكيك نشربها، لا بالعكس. في كيكات بتكون طريه جدا ولو شربناها بتعجن، يعني احنا بدل ما نطريها ونخلي اللي ياكلها كده يحس بطراوه، لا هيحس ان هو بياكل حاجه عجين كده مش راضيه تنبلع. ففي انواع كيك خلافا عن المحسن الجل وكده لازم نشربها، فهي مش قاعده. انتوا شوفوا بنظركم الكيك محتاج فعلا ولا لا. المهم قبل ما اقول لكم النصائح التانية، انا حطيت شوكولاته مبشوره وبديل النوتيلا او الشوكولاته القابله للدهن، والجزء التاني كريسبي مع بسكوت شوكولاته. كنت ممكن اضيف نوتيلا بيضه لكن في الوقت ده ما كانتش متوفره عندي. وعاوزه اقول لكم بخصوص التشريب برضو، انا كنت في بداياتي كنت بشرب الكيك كله، بعدين اخدت راي اهلي فيه قالوا لي ان الكيك معجن شويه، ومن ساعتها بقى وانا اتعلمت ان مش اي كيك نشربه. كتير من المتابعين لما بيشوفوني بيقولوا لي انت ليه ما بتشربوش الكيك هيطلع معاكي ناشف بلس بلس بلس. فانا بجد ببقى حاسه بالحاجه وشايفه لو ناشف فعلا اكيد لازم اشربه. طيب ممكن تسألوني يا ندى انا عندي حليب او عندي كمبود فواكه ممكن استخدمه في التشريب؟ طبعا ممكن، بس لو توفرت بعض الاسباب. اول حاجة لازم يكون في فصل الشتاء، لازم الكيك اللي هتتعمل بيها دي تتاكل بعدها بساعتين 3، ما ينفعش تقعد يومين 3 في التلاجة والا هتحمض. عارفين المحلات مش بيستخدموا كمبود ابدا لان الحاجة بتقعد عندهم يومين 3 في التلاجة فيخافوا ان هي تحمض صيف او شتاء، فلازم بيستخدموا حاجة تانية زي مثلا السكر والمية. ده مستحيل يحمض معاهم لان البكتيريا صعب ان هي تتحلله بسهولة. ده بالنسبة لو استخدمتوا كمبوت الفواكه. لكن لو استخدمتوا الحليب فعادي جدا. الحليب انا بعمل بيه دايما هو والشوكولاتة والسيرب، استخدموا اي حاجة انتوا حابينها. بعد ما حشيت ال3 طبقات وحطيت الحشوات بتاعتي والكريمة، ضغطت عليها في الاخر. الخطوة دي مهمة عشان تساوي الكريمة ما تبقاش كده طالعة والكريمة
الكريمه مش مظبوطه جوه، فاضغطوا عليها زي ما انتوا شفتوا كده انا بعمل ايه. بعد كده حطيت الكريمه من فوق ومن تحت، ولو ملاحظين انا فضيت الكريمه الشوكولاته تاني لان دخل فيها بولرات من الهواء او دخل فيها هواء، فلازم نطلعه علشان الكيكه لما تيجوا تملسوها هتلاقوا فيها دفوهات كده من الهواء فهتتضايقوا فعلا. فانا رحت حطاها تاني وقلبتها لحد ما بقت ناعمه جدا. وده مش عيب من الكريمه اللي انتوا عاملينها، لا هي حاجه طبيعيه لكل الكريمات، لازم يحصل فيها هواء لما بنركنها شويه على جنب او لما بندخلها التلاجة. بعد كده مسكت الاسباتيولا وشلت الجوانب او الزياده من الكريمه، وهبدا احط فيها بقى الكريمه كلها علشان نبدا نغطيها كلها بالكريمه. والاخطاء اللي دايما تقعوا فيها هي ان في فصل الصيف الكريمه بيكون قوامها مختلف عن فصل الشتاء. يعني انتوا لو بتملسوا الكيك وتغلفوه زي ما انا بعمل كده في فصل الصيف هتلاقوا ان الكريمه بعد ما تحشوا الطبقات ساحت كده والطبقات عماله تروح وتيجي، ففي الوقت ده لازم تدخلوا الكيك ساعه في التلاجة، بعد كده بتدوها الوش الاخير زي ما انا بعمل كده وتدخل تاني التلاجة. لكن علشان في الجو ده شتاء فانا عملت كل حاجه في نفس الوقت، حشيت وحطيت الكريمه من فوق ومن جوه في نفس الوقت من غير ما ادخلها الفريزر او التلاجة. بعد ما ملستها نهائيا دخلتها الفريزر لمده نص ساعه، ودلوقتي انا بشيلها معاكم. الخطوه اللي دايما اعملها في الفيديوهات وان اشيل الكيك من التيرنينج تيبل على البورد بتاعي، فدي خطوه مش المبتدئين بيعرفوا يعملوها، فانتوا ممكن من الاول تحطوها على البورد وتبداوا تحشوا بيها. بس الخطوه دي انا بحسها نظاميه باني احافظ على البورد وما اجيبش عليه كريمه وكل شويه امسح بقى وانضف. تزيين النهارده كلكم بتحبوه دايما تشوفوه في المحلات هو شريط الشوكولاته ده. انا مستخدمه شريط فاكيوم او ممكن تستخدموا ورقه الزبده، وسيحت شوكولاته بالحليب مع معلقتين من الزيت من غير اي اضافات. بعد كده حطيتها في كيس حلواني وبدات ان انا اعمل خطوط زي ما انتم شايفين. ومقاس الفاكيوم او ورق الزبده لازم تكون على قد جزء الشوكولاته اللي على الكيك. انتوا طبعا بتقيسوها، يعني بتشيلوا الشريط كده وتعملوها زي ما انا بعمل كده، ولازم في وقتها تشيلوها على الكيك، ما ينفعش تسيبوها تجمد والا هتكسر معاكم الشوكولاته وكل حاجه هتبوظ. فخلصوا من هنا وبعد كده تسيبوها تشد حاجه بسيطه بحيث ان هي طريه، وبعد كده حطوها على الكيك هتلاقوها بقى نشفت وتشيلوا ورق الفاكيوم زي ما حصل معايا كده. لو وصلتوا معايا بقى للجزء ده حطوا لايك علشان الفيديو يوصل لناس كتير وتدعموني، لان بجد تعبت فيه كتير جدا. انتوا مش متخيلين انا واقفه اصوره لكم الساعه كام، فبليز يعني حطوا لايك. لا والصدفه الجميله كمان ان انا بسجله في نفس الوقت اللي صورت فيه وعندي جامعه الصبح. حرفيا عملت الشوكولاته البيضاء نفس الشوكولاته البني سيحتها. طبعا على حسب حجم الكيك انتوا بتسيحوا الشوكولاته، يعني انا حجم الكيك عندي كبير شويه فحطيت 100 جرام شوكولاته والباقي ممكن ننشفه عادي ونحفظه. عملتها بنفس الطريقه وسبتها تتشد شويه تكون طريه وما نحطهاش تكون ناشفه هتتكسر معاكم. بقولها لكم تاني لازم تكون طريه، ولو ملاحظين كانت في نقط شوكولاته بتقع لانها لسه سايحه، هي بتتماسك على الكيك وبعد 5 دقايق بتشيلوها على طول. جزء الشوكولاته وجزء الفانيليا حطيته في الكيس الحلواني بالمعلقه كده، بس بتاخدوها بقى بالراحه كده بحيث ان هما الاتنين ما يختلطوش على بعض، وهتبداوا بقى تعملوا جزء من ده وجزء من ده، يعني تفصلوا ما بين الجزئين. في الوقت ده حرفيا كنت معجبه بمنظر الكيك، وبعد تعب طويل جدا مش متخيلين قد ايه خد مني وقت، بس الحمد لله طلعته زي ما انا عاوزه. والاهم كمان انكم انتوا استفدتوا من الفيديو. بالنسبه للشوكولاته اللي انا مستخدماها لعبت شويه فيها، يعني عملت اشكال انا ما عرفتش اصورها للاسف لان الوقت كان متاخر. اللي انا عملته ان حطيت شوكولاته، بسكوت شوكولاته، واصابع من الشوكولاته، الفينجرز، وشويه من التوت. اخر حاجه بقى احط عليها شريط من الستان علشان خاطر نظبط الشكل النهائي. حابه اوضح حاجه اخيره، احنا في الوقت اللي احنا فيه ده قليل قوي بيطلب الكيك مثلا ان هو يكون بنفس الستايل ده، كلكم بتطلبوه مثلا بعجينه السكر في الوان ديزاينات اجنبيه وحاجات من دي، لكن احنا لازم في النهايه نحترم اذواق بعض حتى لو الشكل من 2010 من 2015. فاهم حاجه نلبي طلبات العميل او نحترم ذوقه. فاتمنى من كل قلب تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. بالنسبه لكم اعتبروه ان هو يعني جزء من دوره بسيطه كده مجانيه انا اديتها لكم، مش هتلاقوها بجد عند اي حد بيشرح بالطريقه دي. وهتشكروني على الفيديو ده لو حطيتوا لايك. اشوفكم على خير في فيديوهات تانية. باي باي.